أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال وبرنامج كلام في الفن والجمال. النهاردة معانا أكاديمية زارا البرازيلية، مرفق بها مصنع وشركة زارا بها فرعين البحرين والسعودية، والآن جاري تنفيذ الفرع في مصر. معايا بقى النهاردة خبيرة التجميل ومعالجات الشعر الأستاذة هنادي الهندي. طبعا هي امبارح كانت عندي في ضيافتي في البيوت سنتر بتاعي في الإسكندرية، وقامت بجلسة للمنتجات بتاعت الأكاديمية والشركة بتاعتها، وهي مديرة الفرع في البحرين وفي السعودية. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك مدام ريم، كان لينا الشرف طبعا تواجدنا في مركزك في الإسكندرية. حبيبتي. كانت تجربة طبعا على ممتعة. فكرة هي أصلا جاية من السعودية عشان تطلع معانا في البرنامج مخصوص. طبعا شرف لينا احنا كشركة زارا وأنا ووجودي مع حضرتك في القناة. امبارح كانت تجربة ممتعة جدا في سنتر من أكبر السناتر الموجودة في الإسكندرية وفي القاهرة وفي مصر بشكل عام. احنا حابين نعرف المشاهدين في الأول علينا. حضرتك عرفينا بنفسك. أنا مع حضرتك هنادي الهندي، وبعدين ادينا نبذة عن الأكاديمية والشركة. مع حضرتك هنادي الهندي، خبيرة معالجات للشعر وللفروة، ومديرة مؤسسة زارا السعودية والبحرينية، وحاليا إن شاء الله بيقام في مصر ليها فرع في القاهرة. اولا حبينا ان احنا نتشرف بوجودنا معاكم في القناه. حبينا نعرفكم شويه عن اكاديميه زارا وعن شركه زارا. بقى عن الاكاديميه الاول وبعدين المنتجات. اوكي. اكاديميه زارا هي اكاديميه برازيليه ملحق بيها مصنع، عملوا منتجات خاصه بيهم يقدروا يدخلوا بيها بمواصفات عالميه، طبعا يدخلوا بيها جميع دول العالم لاعطاء المعرفه ومعلومات قيمه عن كل ما يتعلق بالشعر وبالفروه من علم، ومعاها منتجات تقدر تساعد المتخصصين في مجالنا ان هم يشتغلوا بشكل امن على الشعر وعلى الفروه. بيكون شغال وهو فاهم هو المنتج عباره عن ايه اللي المفروض يستخدمه في كل حاله من الحالات اللي بتوصل له. المنتجات حاليا المتاحة في الدول العربية، أولا مجموعة كاجامانجا. مجموعة كاجامانجا هي مجموعة معالج وفرد، وفي فرق كبير جدا من ما أقول أنا منتج علاجي ومنتج معالج. طبعا هي المنتجات متاحة في السوق وبوفرة كثيرة. أيوة. لكن هنا بقى أكاديمية زارا، ايه التكنيك اللي بتقدمه في المنتج بتاعها مختلف عن بره؟ تمام. اولا احنا حابين نوضح للساده المشاهدين والمتخصصين في مجالنا ان مفيش حاجه اسمها منتج علاج وفرد. كلمه علاج بعيده جدا عن معالج. العلاج ان احنا بنعالج روابط الشعر او بنعالج تلف موجود في الشعر. المنتجات الخاصه بالفرد والمعالجات منتجات تجميليه، انا بعمل عمليه تجميل للشعر، بعيد الهيكل الاساسي بتاعه، ولكن مش علاج. بمعنى ان انا النهارده لما بيجي عندي شعر فيه الروابط بتاعته فيه كسرات قويه، انا بعالج الشكل، بديله شكل تجميلي بان انا بلين الروابط. طبعا مع منتج زي كاجامانجا. كاجامانجا منتج حمض نباتي. فاكهة الكاجامانجا فاكهة برازيلية، هم استخلصوا منها الأحماض النباتية، استخلصوا منها الفيتامينات الموجودة فيها والدهون الثلاثية اللي موجودة في الفاكهة. وطبعا الدهون اللي خارجة من الفاكهة غير الحيوانية. طبعا هو كده منتج طبيعي 100%. عليه علامة. احنا بنعرض على الشاشة الفيديو بتاع حضرتك وانتي مشرفانا في السنتر عندي. شرف لي يا حبيبي. اتفضلي كملي. فاحنا اما جينا نتعامل مع المنتج اتعاملنا معاه بشكل طبيعي، ما حبيناش ان احنا ندخل فيه اي ماده كيميائيه يكون ليها اضرار سلبيه. دي حاجه جميله جدا طبعا. الحمد لله ان احنا قدرنا نوصل لان احنا نعمل نتيجه علاج 100%، نتيجه فرد من 90 ل 95%. وانا النهارده في الوضع الجديد مع البنات، كله حابب الكيرلي، كله حابب الويفي. ما عادش فكره ان انا جميله لان شعري مفرود. لا صح، بنسبه 100%. انا شعري صحي. صح. انا شعري ما فيش فيه تقصف، ما فيش فيه جفاف. فانا النهارده بقدم منتج بيعالج المشاكل للجيل الجديد. انا بحافظ لك على شعرك، حتى لو انا فردت ما بيكونش شكل التمليس التقليدي اللي احنا متعودين عليه ان الشعرايه ميته. لا،
انا بديله شكل طبيعي، بديله موجه طبيعيه. لما بعمل فرد من 90 ل 95 بحافظ على روابط حلو جدا، الشعر. نسبه كويسه برضو. طبعا، لان انا بقدر اتحكم ان المنتج يعالج فقط او يفرد 50% او يفرد 100% بالتكنيك. معانا مكالمه تليفونيه ونرجع لحضرتك. اتفضلي يا حبيبي. الو 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 استاذ ستيف. الو، نكمل وكلمنا تاني استاذ ستيف. طبعا احنا معانا المدرب ستيف. احنا كأكاديمية لينا مجموعة مدربين بنعمل جولة في كل انحاء العالم كدورات تابعة للأكاديمية فيها شهادات. رجع لنا الصوت، نرجع لحضرتك تاني. الو الو، ازاي استاذ ستيف؟ ايه، انا سامعكم. كيفك، عامل ايه؟ الو، ايه انا سامعك. عامل ايه؟ الو، حضرتك عامل ايه؟ نورتنا في البرنامج يا فندم. عامل الحمد لله. حضرتك انت كمدرب في شركة زارا واكاديمية زارا، ادينا نبذة عن الاكاديمية، وطبعا حضرتك كمدرب ايه الفرق بينك وبين مدربين كتير متواجدين؟ اول شيء بدي امسيكي ومسي المستمعين. انا بتشرف اني طلعت معكم على الاذاعه. انت نورت الدنيا كلها يا استاذ ستيف. كل ذوق. الفرق، يعني انا ما بدي احكي عن الفرق وما بدي ابدا اكون شخص يعني عم بحكي عن حالي وعم بقلل من شأن غيري. كل العالم فيهم الخير والبركه، وكلهم عندهم الفهم والعلم والثقافه والخبره. اما الفرق بين نحن شو بندرب ونحن على شو بنسلط الضوء، شوي نحن بناخد منحى علمي، منحى ثقافي، توعية أكثر. لما بنكون نحن عم نعطي تمارين، نحن بنسدد كثير على موضوع الأسس، على موضوع الأشياء الأسس العالمية. يعني أفهم من كلام حضرتك إنك بتدرس أساسيات، صح كده؟ في المتخصصة أو في خبيرة التجميل. صح. تمام. صحيح، يعني فينا نقول الاساسيات والتطور. نحن اليوم ما بنعطي كورسز لناس ما عندها خبره ابدا. نحن بنطور اصحاب الخبره. تمام. ايه بقى ايه اللي حضرتك بتقدر تقدمه للمتخصصه او خبيره التجميل من خبره حضرتك في المجال، في مجال التدريب يعني؟ بس بدي عايزك تعيد السؤال لانه ما انسمع الصوت. بقول لحضرتك ايه اللي تقدر تقدمه لخبيره التجميل اللي بتاخد مع حضرتك الدوره؟ اليوم نحن متفقين على شيء واحد، كلنا سوا متفقين على شيء واحد، انه نحن ما بنقلل شأن حدا. تمام. كل خبراء التجميل ما شاء الله عليهم عندهم الكفاءة وعندهم المعرفة. بس مش الكل عنده الثقافة العالمية او الأسس العالمية. طبعا. يعني مثل صغير، خلنا نعطي مثل الزباين لما بيجوا بيعملوا بالصالون بيعملوا قصة، وبعد 4 شهور 5 شهور بيجوا بدهم يقصوا نفس القصة. طبعا. إذا هيدا الخبير التجميلي ما عنده الأسس العالمية مستحيل يرجع يعرف كيف يعيد نفس القصة. فعلا دي حقيقة. عشوائي فعلا. ايه هيدا اسمه قص عشوائي. نحن ما بنعلم الناس كيف تقص. كل العالم بتعرف تقص، صح. بس مش كل العالم عندها الثقافه، مش كل العالم عنده الاساسيات بالانترناشونال بيزكس. تمام يا استاذ ستيف. كلمي. طيب معاك استاذه هنادي، تحبي تقولي له حاجه؟ طبعا استاذ ستيف هو المدرب المسؤول عن القص وعن الصبغات في اكاديميه زارا. بالنسبه لخط الصبغات، وهو هيكون فيه خط كامل للالوان للصبغات وللسحب، هيكون باسم المدرب ستيف تحت رعايته. هو هيكون مسؤوليه كامله انه يخلي الصبغه تقدر تطلع الالوان
العالمية على الشعر العربي. ودي بتكون صعبة جدا مع اي منتج جايلك من اي دولة تانية، ان انت تقدري تطبقي المنتج ويديكي نفس النتيجة اللي بتطلع على الشعور الاوروبية او الشعور الاسيوية، لان مع فارق طبعا مع العلم اللي احنا بنقدمه في الاكاديمية هيعرفوا يعني ايه الفرق ما بين الشعر الافريقي والشعر الاسيوي والاوروبي. كل واحد فيهم شكرا محتاج. لحضرتك يا استاذ ستيف، نورتنا في البرنامج. شكرا ستيف. اتفضلي كملي. فاحنا يعني افهم من حضرتك ان اكاديميه زارا داخله مصر بالعلم الجديد والحديث وافضل المنتجات وكل الحاجات دي، صح؟ احنا جامعين ما بين ان انا بقدم علم وبقدم منتج يكون مريح للي بيشتغل بيه. انا النهارده لما باجي استعمل، طبعا حضرتك كنتي معانا امبارح، المنتج ما فيش اي ريحه، انا حبيته، دخل ما فيش اي دخان، ما فيش اي اضرار سلبيه. بنشتغل واحنا مرتاحين مبسوطين، لا كمامه لا نفتح شباك. الموضوع صحي جدا جدا طبعا. جدا. اخد مننا وقت بسيط. في برضو يعني حلو في انك انت تقدري تتحكمي في نسبه الفرد. لو العميله عندي في السنتر او عند اي حد مثلا حابه فرد بنسبه 50%، نقدر احنا نتحكم. صحيح. فما فيه يعني حاجه جميله جميله بجد فعلا وجديده في مصر. احنا طبعا احنا التكنيك، لان انا النهارده بعدت تماما عن الفورمالين. كلنا عارفين معنى الفورمالين وكلنا عارفين مضاعفاته وسلبياته طبعا على العميل وعلى اللي بيقف يشتغل. فالفورمالين تحنيط، انا بقف بتكنيك معين بيطلع معايا نتيجه معينه. لكن انا النهارده لما بتخاطب مع الروابط، انا بديها حراره شويه بسيطه بتديني نتيجه 50%، اديها حراره اعلى شويه بتديني 70%. خلاص انا وهي بدانا نتكلم مع بعض. احنا كمهنه، انا بيني وما بين الشعر لازم يكون في حوار. طبعا كل شعر له شخصيته طبعا. كل شعر له طريقته. انا النهارده لازم افهم كل نوعيه شعر اتعامل معاها ازاي. دي بالنسبه لمجموعه حضرتك بتدرسي ده لخبيره التجميل اللي طبعا بتقوم معاكي بالدوره في الاكاديميه. انا عندي اوريدي اللي بيحضر بيكونوا في المجال. ما هم اكيد خبراء تجميل. أيوة. انت حضرتك انا بقى بديها اللي يميزها. ايوه كل الناس تعرف الاساسيات. حضرتك النهارده لو دخلتي على جوجل على اليوتيوب عايز تعرفي تعملي اللون ده ازاي، هتعرفي تعملي اللون ده ازاي. لكن انت كمميزه، يعني انا عندي مستر ستيف التكنيكات الجديده في عالم الصبغه. خلاص ما عادش بنقول الدائره اللونيه وما عدناش بنقول نحط الازرق على الاخضر يدي البنفسجي. خلاص المصححات كل الناس عرفت ده، او الرنساج او تمام. انا النهارده لما اجي اقول لك تعالي احضري دوره تقدري تتميزي فيها عن بقيه اللي في المجال، لازم انا كمان اديلك حاجه فيها تطور. طبعا تمام. اديلك منتج لما اقول لك ان انت هتعملي الخطوه دي هيديكي النتيجه دي، لازم يكون كلامي مطابق للمنتج اللي انا بشتغل عليه. ده بالنسبه للشعر، وده بالنسبه للتطور اللي احنا عملناه في عالم الشعر. انا ما عادش في حاجه اسمها بروتين، بقى في مستخلص طبعا. مستخلص من نبات طبيعي. المجموعه الثانيه مجموعه فورس كير، دي مجموعه خاصه بالفروه. طبعا احنا في المجال ده دول اوروبا وفي الخليج بقاله فتره. في مصر يمكن الموضوع هيكون جديد. ان انا بعالج الفروه، بشوف ايه المشكله اللي موجوده عندي بتسبب تساقط، بتسبب قشره، بتسبب التهابات، وببدا اشتغل عليها. مظبوط. فعملت مجموعه طبيه تجميليه خلينا نقول بشكل علمي، كلها مستخلص طبيعي برضو من نبات الكاجامانجا. وهنا اعتمدت اكتر على الفيتامينات اللي موجودة في الفاكهة. طبعا فاكهة كاجامانجا اي حد حابب يعرف كل تفاصيلها بس هيكتب المسمى على جوجل هيطلع له كل التفاصيل. طبعا تمام. عملنا المجموعة عبارة عن الشامبو، وده شامبو بيفتح المسام. انا عندي فروة الشعر نفس فروة البشرة، طبعا محتاجة كل فترة للتنظيف. كل الشامبوهات التجارية اللي موجودة فيها سيليكون، السيليكون ما بيطلعش بالمية. كل العمليات الصبغه الاكسجين والصبغه ما بتنضفش 100% من المسام. طبعا. انا عايزه انضف المسام كل فتره علشان ادي اكسجين للمسام. هنا بيشتغل الديتوكس. الديتوكس سمبل جدا، طريقته بسيطه جدا، ولكن النتيجه قويه. ان انا حافظت على فروه راسي زي ما حافظت على بشرتي. تقدر تكون كويسه، تقدر تنتج لي بصيلات جديده مش مكتومه مش مضغوطه. احنا بالذات المحجبات احنا عشان كتر الطرحه كتير، فانا عايزه اديها اكسجين. معانا استاذ الياس ونرجع لحضرتك تاني. الو
الو، استاذ الياس، صباح الخير. طبعا نحب نوجه تعزينا لاخواتنا في سوريا، يعني بركية تعزية ليهم، وربنا يا رب يرحم الوفيات اللي هناك. وحضرتك نورتنا في البرنامج. طبعا جنسية حضرتك سوري صح كده؟ الياس برازيلي من اصل صح، سوري، سوري برازيلي. تمام. وهو مدير اكاديميه زارا في البرازيل. حضرتك عرف نفسك للسادة المشاهدين. أنا الياس، سوري برازيلي، مدير أكاديمية زارا في البرازيل. وأنا كمان حابب عبر قناتكم اتفضل. تحية لأهلنا بسوريا، وأقول لهم ربنا معاكم على كل الكوارث اللي عم تصير الفترة دي، الهزات الأرضية. يرحم المتوفين ويكون مع الجرحى. اللهم امين يا رب العالمين. نحن هون بالبرازيل. انا دلوقتي حكلمكم كل حاجة عن منتجاتنا بالتفصيل. تمام، اتفضل ادينا نبذة عن المنتج كده. المنتجات بشركة زارا هي منتجات مستخرجة من مواد طبيعية صحية للتعامل مع الشعر. ميزتها عن باقي المواد انه نسبة الضرر الكيميائي فينا نقول معدومة، زيرو. خالي من الفرمون 100%، وبتساعد على فرد وعلاج الشعر بآن واحد. تمام يا استاذ الياس، معاك كمل، احنا بنسمع حضرتك. ده بالنسبة للمنتج اللي خاص بفرد الشعر وعلاجه التريتمنت. اما بالنسبة للمنتجات الخاصة بعناية فروة الرأس فهي مواد مختصة بعلاج اي مشاكل بتصير بفروة الرأس من فطريات او ترسيبات من المواد الكيميائية او الشامبو او الصبغات او كل الحاجات دي. او الصبغات او كل الحاجات دي، اي ماده بنستعملها نحن على فروه الراس ممكن تعمل ترسبات او بعض انواع الفطريات اللي بتسبب تساقط الشعر وتسبب مشاكل بالفروه. تمام. المنتج اللي بين ايدين حضرتكم هو منتج مختص بعلاج وتغذيه، علاج فروه الراس وتغذيه البصيلات ليساعد على النمو السريع والصحي للشعر. تمام يا استاذ الياس. طبعا هي استاذه هنادي كانت عندي امبارح في السنتر واشتغلت على موديلز حقيقيه وشفنا المنتج، وبجد هو بجد شابوه. يعني انا شخصيا بقول لشركه زارا في البرازيل شابوه بجد والله. يعني هو مستر الياس له الفضل بظهور كذا ماده بصراحه. نورتنا يا استاذ الياس، ربنا يخليك يا استاذ الياس، شكرا لحضرتك، نورتنا. اتفضلي كملي. احنا بالنسبه للديتوكس زي ما قلت لحضرتك طريقته بسيطه جدا، ولكن النتيجه بتبان. طبعا احنا في بعض الاجهزه الحديثه اللي بتبين تفاصيل الفروه قبل وبعد. في جهاز اللي هو الميكروسكوب ده بيقدر يوضح لي الفروه. الجهاز ده متوفر في الاكاديميه؟ هو متوفر في الاكاديميه وحاليا جاري توفيره في مصر ان شاء الله مع المجموعه. انا بالنسبه لي مكمل، انا اقدر اشوف الفروه بادق التفاصيل. بتكشفي على الحاله العميله؟ في حالات كتير زي ما انت شفتي حضرتك العميله امبارح هي شايفه فروه راسها نظيفه ما فيش فيها مشاكل. اتخضت مجرد ما قربنا عليها انا بغسل شعري والله لقينا ان في بعض الترسبات فعلا اللي موجوده، ومش معناها عدم نظافه، لا هي لا ترى بالعين صح. أيوة. ولكن بعض الترسبات دي مش بتبان بالعين المجرده طبعا، هي بتبان مع التدقيق فيها. اثارها السلبيه تساقط، اثارها السلبيه ان في بعض العملاء يقول لك انا عندي ريحه مش حلوه، اغسل شعري ما زال ستيل الريحه موجوده. دي ترسبات موجوده في الفروه لازم تتنضف. الدهون الزياده اغسل شعري الاقيه مدهن ما بينضفش لان الترسبات في الفروه على فروه الشعر. فروه راسي بتديني انذار انا في مشكله هنا، فتبدا تديني انذار بشكل او باخر، يا اما تساقط يا اما ريحه يا اما دهون زياده. هنا انا ابدا اعالج ده. وخلينا برضو نوضح حاجه، ان التساقط بيكون اسبابه دايما اول حاجه انا بيحصل عندي تساقط اطلع على دكتور اعمل تحاليل اشوف الفيتامين عندي ايه، ممكن نقص في فيتامين د. مفيش حاجه اسمها انا عندي تساقط اروح اعمل خلطه زيت.
ده الزيت خطأ. هيوقع اكتر الشعر. ما هو ملهوش علاقه. انا عندي نقص تغذيه من الداخل، مفيش حاجه هحطها على البصيله هتمنع ده. طبعا. فانا بروح للدكتور بعمل تحاليل، لقيت تحاليلي كويسه ابدا ادور هل الترسبات دي عملت مشكله مع المسام فبدا الشعر يتساقط. هنا بيجي دور الديتوكس. تمام. في طبعا الحاله الثالثه اللي هي الحاله النفسيه دي طبعا ودي مش معانا احنا دي مش معانا احنا. كل الناس ده بالنسبه للمجموعات. طبعا احنا كاكاديميه زي ما حضرتك شايفه معانا من كبار المدربين عالميا. ستيف معاه ماستر من لندن. طبعا الياس ما شاء الله عليه مدير اكاديميه زارا في البرازيل. وكمان معانا استاذ علي هيكون معانا من الامارات خبير تسريحات. احنا عملنا مجموعة تقدر توصل للوطن العربي. انا كان سهل جدا استعين باشخاص من اوروبا او من البرازيل، جنسيات اجنبية، ولكن هم ما اشتغلوش على شعورنا احنا، ما تعاملوش مع الشعر العربي. فانا ما اقدرش اجي اجيب لك مدرس ما اخدش المنهج اللي انت عايشه عليه يديكي منهج. صح. فانا اما جينا نختار في الاكاديميه، جينا نختار في شركه زارا، كل اللي يقدر يوصل المعلومه يوصلها عن طريق خبرته في مجالنا في شعرنا احنا كعرب. فعلشان كده لما حبينا نعمل ده، وان شاء الله بيكون قريبا في مصر باذن الله. حاليا في البحرين بيكون في دوره بنحاول نقدم علم بشكل مختلف. اللي بتحضر بتطلع بشكل مميز، مش مجرد شهاده او مجرد شويه معلومات تقدري تلاقيها على الانترنت دلوقتي بسهوله. المعلومات الاساسيه موجوده بسهوله. طبعا. ما لازم حضرتك كاكاديميه لازم تكون في عندك يعني حاجات جديده. اكيد. انا لا اضافه يعني في اضافه الاكاديميه هتضيفها احنا في الاول في الاخر في مجالنا احنا بيقال علينا صنايعي. طبعا. مش قاعد على مكتب بياخد معلومات وينقلها. لو انا ما كنتش اقول لك المعلومه لما تيجي تطبقيها هتلاقيها صحيحه معايا 100% صح. ولازم يكون في تطبيق عملي. طبعا. يعني ما اقدرش اجي اقعد اتكلم معاكي والشعر بيعمل كذا وتروحي البيت نسيتي المعلومات. صح. لو ما طبقتيهاش معايا مش هتفتكريها. فاحنا بنوفر مانيكان للطلبه علشان يقدروا يطبقوا. لو انت ايدك اشتغلت ما بتنساش، لكن لو ودنك سمعت هتنسى. معانا استاذ علي حسين من الامارات. الو. استاذ علي منور الدنيا كلها. سوري بس الصوت منه واضح كتير. منور الدنيا كلها يا استاذ علي. شكرا. منورة فيكم. حضرتك عرفنا بنفسك. انا اسمي علي حسين، 18 سنة خبرة بالمصلحة، متدرب على تحت اكيد ايدي اهم الحلاقين موجودين بالوطن العربي، واللي هن مستر منير. انا عندي خبرة تدريب تقريبا 5 سنين. ما شاء الله. عندي تقريبا اكثر من 500 طالبة متخرجين من تحت ايدي بالعراق، لأن انا كنت عايش بأربيل 6 سنين، واكيد بالبحرين وبلبنان. تمام. نبذة عن دور حضرتك في الأكاديمية البرازيلية. عفوا الصوت مش واضح. حضرتك في الأكاديمية البرازيلية بتقوم بإيه؟ أكاديمية زارا. أكاديمية زارا. بس سوري الصوت منه واضح ابدا. حضرتك بتقوم بدورات ايه في أكاديمية زارا البرازيلية؟ انا عم بسمع بس اكاديميه، بس ما عم بسمع الحكي الباقي. اتفضل. طيب حضرتك تخصص عالي معانا في الاكاديميه تسريحات. شنيو سمعنا كده يا علي؟ استاذ علي شوي الصوت عم بيقطع بس سوري. تمام يا استاذ علي. طيب تمام. ممكن استاذه هنادي هتتكلم عن حضرتك. شكرا لحضرتك. احنا معانا استاذ علي طبعا المسؤول عن التسريحات او على الشنيون احنا بنقول عليها في مصر. هو زي ما حضرته تفضل وقال، طبعا هو من المجموعه اللي من تحت ايدين مستر منير، ومستر منير معروف عالميا. حب يكون معانا كتخصص في التسريحات بشكل عام، مش بس الشنيون. التسريحات الجديده الويفي اللي هي الحاجات اللي احنا بنقول عليها التطور في عالم التسريحات. طبعا ما يميز علي عن بقيه اللي في مجال التسريحات دايما عنده التكنيكات الجديده. يعني طبعا احنا عندنا الستايل شويه الروسي معروف في مجال التسريحات، عندنا كذا ستايل.
احنا عندنا الستايل الروسي، عندنا الستايل الامريكي او الاوروبي، وعندنا الستايل العربي. بس تحسي ان الشينيو في اوروبا غيرنا. ايوه، ما هي يعني ستايلات. يعني فانا بالنسبه لي اللي بيميزني في استاذ علي ان هو عنده بيقدر يجمع ما بين الثلاثه، يقدم لك حاجه انت لما تقفي قدامه ما تعرفيش هو جاي من انهي يعني بيقدر مدرسه. يوصل بيشتغل على الوش. يعني هو بيعمل بيشرح يحط للعميله، بيقول لك منين لفين نقدر نعمل ايه، من بعديها تقدري تعملي كل التسريحات تليق على العميله اللي قاعده قدامك. ما بيبصش للشعر، هو بيبص للعميله نفسها ويبدا يشتغل. طبعا كده اكاديميه زارا ملمه بعمالقه المجال. اكيد طبعا. احنا معانا المكياج غنية عن التعريف. أستاذ عبير عبد السلام غنية عن التعريف. يا أستاذ عبير. هتكون هي مسؤولة عن الأكاديمية في السعودية، قريبا إن شاء الله بتفتح في منطقة الإحساء. عبير في مجال الدورات ومجال المكياج غنية عن التعريف صراحة، وشرف لينا احنا كشركة زارا في السعودية ان هي تكون واحدة من اهم مؤسسين الشركة طبعا. والأكاديمية. وقريبا ان شاء الله بتكون في مصر برضو معانا بإذن الله. انت حضرتك ما تقدريش تدينا تاريخ معين للأكاديمية زارا في مصر، ولا لسه قائمين في التشطيبات؟ مش بنحب نقول كلمة ونرجع نتقال لا اتأخرتوا لا كذا لا كذا. بس الأكيد ان هيكون الافتتاح برعاية برنامج الكلام ده شرف عالم الفن والجمال وقناة الصحة والجمال. حضرتك شرف لينا اصلا تواجدنا معاكم. شرف ليا انا والله العظيم بجد يعني. طبعا حبينا ان احنا اول مرة نعلن عن وجودنا في الوطن العربي يكون من خلال شاشتكم. ربنا يخليك. لان احنا عارفين كويس قوي متابعين الصحة والجمال ومتابعين برنامج حضرتك كلهم مهتمين بالاحدث. ربنا يخليك، وده شرف ليا، وطبعا دي حاجة جميلة. شكرا. وان شاء الله باذن الله مكملين مع بعض باذن الله ان شاء الله. يعني مش هتدينا برضو ميعاد محدد؟ خليها ان شاء الله مفاجأة. طيب. لكن الاكيد ان هيكون في دورة هنا لمستر ستيف. الاكيد ان هيكون احنا عندنا دورة مجمعة ل3 مدربين في البحرين. المواعيد احنا بنحددها لان احنا ما بناخدش اي عدد. يعني احنا في الأكاديمية مش فاتحين باب التقديم 100 150 200. انا علشان اوصل لكل طالبة موجودة فلازم اعمل عدد معين يكون المدرب قادر يستوعب يتعامل مع كل مدربة كأنها هي برايفت لوحدها. لان هو انتوا في الأكاديمية عندكم عملي كله بيشتغل عملي ونظري. يعني انا المدرب بيكون واقف مع الموديل، كل طالبة بيكون معاها موديل او مانيكان على حسب المتاح، وبيشتغل مع كل طالبة كأن فعلا هي لوحدها في القاعة. فما بقدرش اخد اعداد كبيرة طبعا. لكن بقدر اخد العدد اللي المدرب يقدر يستوعبه. فتحديد المواعيد دايما بتكون عندي اول ما العدد بيكتمل. طبعا الدورة بتكون للمتخصصات او خبيرة التجميل المحترفة، مش المبتدئين طبعا خالص. طبعا اللي بيكون عندهم الاساسيات. بالنسبة للدورات يعني انا بالنسبة للدورات مع ال3 اساتذة اللي حضرتك اتواصلتي معاهم، عمالقة اساتذة دول للدورات الاحترافية للتميز. خلينا احنا نقول للتميز. الأكاديمية الثابتة اللي هتكون في مصر، هتكون في البحرين، هتكون في السعودية، دي اللي يقدر المبتدئين يدرسوا فيها، ولكن دي بتكون على مجال يعني على مدى شهر ونص. لكن في مصر انتوا احنا عندنا الاثنين. تمام. هنقدم يعني الدورات في دورات ان شاء الله هيكون في، وبيكون اللي بيقوم في الدورات المبتدئين برضو استاذ ستيف واستاذ علي وحضرتك بيكون حضور والعمالقة دي. بس المفاجأة في الأكاديمية هيكون التدريب على ايد اونلاين من البرازيل مباشرة، ودول نخبة قوية جدا. طبعا احنا مش هنقدر نتواصل معهم لو بيتكلموا برازيلي. أيوة. فهتكون الترجمة ساعتها فوري. الحضور هيكون الاساتذة اللي موجودين وحضرتك، وبيكون في حفلة اخر الكورس بعد ما بيتعمل اختبار طبعا. وفيها اختبار وفيها نجاح وفيها رسوب. الموضوع مش سجال، في شهادات، وفي الشهادة هتكون معتمدة من البرازيل. تمام. طبعا احنا هنا ليه بقولك مش هقدر اديكي مواعيد. الأكاديمية زارا هتدخل مصر هتعمل، انا ليه مش قادره اديكي مواعيد؟ أيوة لان احنا بنخلص اوراقنا مع وزارة التعليم العالي. تمام. مش هنقدم حاجة تجارية. احنا بنقدم علم. صح. بنقدم منهج لازم يراجعوا ناس كبار في المجال، مش كلام مكتوب وبنقعد نتكلم عنه. صح. فالحاجات دي كلها بتحتاج وقت. بس عشان انا لما اجي اقولك النهارده تعالي اخليكي شخص مميز،
اكون على قد في شغلك كلمتي، تطلعي فعلا محترف. طبعا بنديهم هنا فرص. انا لما بيكون عندي اكاديميه مربوطه برازيل، السعوديه، البحرين، مصر، فانا عندي رجال اعمال، عندي صوالين VIP عايزين ياخدوا طلبه من اكاديميه زارا في مصر، في السعوديه، وفي البحرين. فانا النهارده بقدم لك فرصه عمل، بقدم لك ان هيجي ناس من بره مصر، من جوه مصر، من بره الدول اللي احنا فيها كاكاديميات، عايزين طلبه طالعين من اكاديميه زارا، لان هم عارفين يعني ايه طالبه اخذت اختبار ونجحت في اكاديميه زارا. في اكاديميه زارا طبعا هي طبعا بتكون مميزه، وبيكون طبعا المجال ليها اكبر في الصالونات VIP، صح كده؟ اكيد طبعا المنتجات هيكون التدريب عليها، ولكن انا لما بديكي علم ما بربطكيش بمنتج، صح. يعني مش عشان خاطر مثلا تاخد الكورس في الاكاديميه لازم تشتري المنتج او كده، لا، هو التدريب بيكون اوريدي عليه كأنظف منتجات احنا بنتعامل معاها. ولكن انا لما بيجي مثلا ستيفي يديلك قص ملهوش علاقه لا طبعا صح، تمام. صبغه طبعا هيكون عندنا خط صبغه، ولكن لما بيجي يديكي تكنيك ملهوش علاقه. هو ما بيكلمكيش في شركه معينه او منتج. الحياديه دايما في التعليم بتديكي افضل معلومه. طبعا ما ينفعش اجي اقول لك والله انا بديكي اللون ده طلعيه من الصبغه بتاعتي، طب انا عايزه اشتغل بمنتج تاني، صح، ما اعرفش، انا كده مش جايب لك مدرب، انا كده جايب لك مندوب او مسوق. في فرق كبير ما بين الاثنين. لما بيطلعوا في ناس في مجالنا احنا يقول لك انا هديكي الالوان بالطريقه الصبغه الف، طب انا عايزه ب، انا ما اعرفش، هو ما يعرفش صدقا يتعامل مع ب لان هو اشتغل على الف. ستيف ما شاء الله عليه، لو تشوفي الهيستوري اللي موجود مع شركات لا هو جميل بصراحه، الكالر اللي اشتغل معاها في بريطانيا، في اوروبا، انا ذات نفسي اتفاجئت. طبعا تحياتي لحضرتك. احنا كلامنا عن شركه زارا طبعا مش هيخلص، وطبعا احنا بما ان حضرتك اعلنتي على الهواء ان البرنامج والقناه طبعا مكملين مع حضرتك، اي اخبار جديده معاكي طبعا كده اي اخبار جديده يعني كده اي اخبار جديده عن اكاديميه زارا او شركه زارا من خلال برنامجنا ومن خلال القناه. طبعا احنا نتمنى من الساده المشاهدين اي تعليقات، اي طلبات هم حابينها في الاكاديميه، حد عنده فكره، حد عنده رؤيه، يتفضل مشكورا يرسل لمدام ريم. تمام، واحنا ندرس وانا رقمي موجود على الشاشه وهتواصل معاكم. شكرا لحضرتك، تحياتي. شكرا ليك اعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل وكل ما هو يخص تأشيرات الحج والعمره من مكتب الزعيم.